ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم النهارده عن الاشكال والكميات والمستلزمات واللبس للنونو سواء صيف او شتاء. هقسم الفيديو ل3 اجزاء، ايه الحاجات اللي نجيبها عموما للنونو، وايه الحاجات اللي نجيبها في الصيف، وايه الحاجات اللي نجيبها في الشتاء. اول حاجه مجموعه العنايه للنونو، مقص وقصافه والمشط والفرشه، اي نوع عادي مفيش مشكله. مجموعه الاستحمام للنونو، الشامبو شاور وزيت ولوشن. نوع المهم يكون مخصص للبيبي، جونسون سانوسان موستيلا، اي نوع انت حابه انك تجربيه في الاول مفيش مشكله، اهم حاجه يكون مخصص للبيبي. ريمل دايبر طبعا، هاتي نوعين، نوع خفيف ونوع تقيل. النوع الخفيف اللي هتستخدميه بعد كل غيار، والنوع التقيل اللي ممكن مثلا مره واحده في اليوم. النوع الخفيف اي نوع ترتاحي له مفيش مشكله، او النوع اللي هيكتبه الدكتور ككريم مرطب. لكن النوع التقيل انا اكتر حاجه جربتها وعجبتني قوي بصراحه سانوسان، ما جربتش غيرها خالص من وقت ما البيبي اتولد لحد ما خلعنا الدايبر. تالت حاجه الدايبر مقاس واحد، هاتي باكيته واحده بس عشان بعد كده ممكن تحتاجي انك تكبري المقاس. اول باكيته اتاكدي ان هي فيها مكان لفتحه السره. اي نوع انت حباه، بامبرز، مولفكس، بيبي جوي. الانواع اللي انا ارتحت عليها شخصيا كانت مولفكس وبيبي جوي. بانيو البيبي او السفنجه بتاعه الشاور بتاعه البيبي، هتلاقي انواع كتيره جدا، اختاري اي حاجه اللي انت ترتاحي لها. اول فتره بس البيبي بيحتاج لو هتجيبي بانيو عادي تحط حاجه فيه طريه، سفنج او فوطه، اي حاجه بس عشان ما يكونش منه للبلاستيك على طول، عشان ما يتخبطش او حاجه بعد الشر. خامس حاجه هتحتاجي 2 فوطه كبيره تنشيف للجسم. في ناس بتفضل ان هي تجيب بورنوس الاطفال، بس انا بحب الطفل يتلف كده مره واحده بالفوطه. البورنوس بحسه مناسب للطفل فوق السنه اكتر، يعني مش لسه هلبس دراع وكده. سادس حاجه هتجيبي 6 فوط للقشط او للخروج لو انت خارجه او كده، علشان البيبي ما يبهدلش لبسك. سابع حاجه مشمع غيار، وده ايدي ورجلي سواء في البيت او وانا بره البيت، علشان بحط البيبي عليها وبغير لها، مفيش اي حاجه بتتبهدل، بيكون ووتر بروف فبيكون سهل بعد كده في التنظيف. هتجيبي 2 باكت وايبس يكون مخصص للاطفال، هتحتاجيه بس في الطوارئ لو انت بره البيت، او يعني احتاجتيه في اضيق الظروف. مش بنفضل ان احنا نستخدمه كتير علشان الطفل بيتسلخ بسهوله من الوايبس حتى لو هو مخصص للاطفال، بس بره البيت بيكون بصراحه احيانا منقذ يعني. ما تجيبيش اكتر من 2 لانه بينشف بسرعه. تاسع حاجه هتجيبي ببرونه وتيتينا حتى لو هنرضع طبيعي. ليه؟ اوقات انا مثلا هسيب البيبي مع مامتي مع اختي اي حاجه مشوار طارئ وهرجع، وده هيبقى غصب عنك، هيبقى مضطره، ففي الحاله دي هتشفطي وتحطي في الببرونه، يبقى نوع نظيف انت جايباه من الاول، مش للطوارئ فاضطريتي تجيبي اي نوع مش معروف. يبقى حاجه انت عارفاها من الاول، اكيد ان النوع ده كويس فهتجيبيه من البدايه. التيتينا اوقات بتخفف شويه المغص عند الاطفال او التسنين، فبرضه بتنفع في بعض الاوقات، مش بنتكلم ان احنا الطفل هيعتمد عليها اعتماد كلي، يعني الحاجات دي بنستخدمها بس مش دايما. ففي جميع الاحوال هنجيبها من الاول، بس انا بالنسبه لي ما احتاجتش اكتر من اللي هو اصغر حجم خالص اللي هو الزيرو، سواء في التيتينا او الببرونه. فحتى لو هتشفطي وهتحطي في الببرونه هتحطي كميات صغيره يشربها البيبي، علشان اي كميه بتبقى منه بتترمي، تاجي تحطي كميات صغيره يخلصها ونحط غيرها مفيش مشكله حتى بعد ما يكبر. فما تجيبيش غير حجم صغير. انواع زي ايه؟ هتلاقي شيكو، هتلاقي ايفنت. شيكو مش مناسبه للرضاعه الطبيعيه، انا جبتها اول مره في بنتي بس ما كنتش عارفه ان هي ما تنفعش مع الرضاعه الطبيعي لان هي التدفق بتاعها عالي قوي. ايفنت تنفع في لبس، ايفنت تنفع. دكتور براون. في حاجات، في انواع تانية كتير نزلت من بعد ولادتي طبعا. في نوع يكون بس اهم حاجه انه بينزل او التدفق بتاعها يكون قليل. ليه؟ علشان ما يتلخبطش ما بين الببرونه وبين الرضاعه الطبيعيه. في ماركه جديده كمان اسمها لوفي، قريبه قوي من الرضاعه الطبيعيه، انا ناويه اجيبها باذن ربنا، فلما اجيبها اقول لكم الريفيو بتاعها ايه. اشهر حاجه فرشه تنظيف الببرونات، هتلاقي فيه منها مثلا سيليكون او في الاجزاء الصغيره بتاعه الببرونه فرشه رفيعه، هتلاقي فيه مجموعه كده مع بعض لتنظيف الببرونات، دي جميله قوي. في مسحوق مخصوص كمان لتنظيف الببرونات، ازازه صغيره كده بتقعد كتير، يعني نقطه بتظبط الدنيا علشان ما بتكونش مركزه زي البريل او الفيري، ما تكونش حاجه مركزه، يعني حاجه مخصصه برضو للاطفال. تحتاجي ست الرضاعه ان شاء الله ترضعي طبيعي. رقم 12 لو البيبي هينام جنبك على السرير فهتحتاجي تجيبي بيبي نست ومخده الراس بتاعتها تكون مفرغه. لو هتجيبي سرير البيبي الخشب اللي هو منفصل تمام، بس برضو البيبي هيكون معاكي في الاوضه. اول فتره مع الرضاعه مش هتقدري ان انت تقومي وتروحي الاوضه الثانيه وترضعي وترجعي تاني، فانسب حاجه يا اما هينام جنبك في البيبي نست عشان يكون متامن بس محدش ينام عليه او حاجه، المخده بتاعته تكون مفرغه، او هتجيبي له السرير يتفتح الجنب بتاعه على السرير بتاعك. رقم 13 الباونسر، مش ضروري قوي ومش لازم كل الناس تجيبه، وانا ما جبتوش، هو بس بينفع لو انت مثلا داخله المطبخ، لو انت هتقعدي في مكان بره في الصاله وعايزاه يبقى في مكان يكون متامن وفي نفس الوقت انت قاعده جنبه او بتعملي حاجه. كبديل انا جبت مكانه كرسي الجلوس، لان غالبا اول فتره انا ما سبتهاش لوحدها خالص، بدات اسيبها مثلا من وهي 4 أو 6 شهور، فيعني يعتبر هتتعلم ان هي تقعد كويس، فجبت لها كرسي جلوس ده، بس برضو عيني عليها لان هو طري جدا مش متامن قوي زي الباونسر، فاللي ترتاحي له هاتيه يعني حاجه منهم. رقم 14 شنطه البيبي اللي فيها مكان للببرونه او اي حاجه سخنه، مش ضروريه بس انا بالنسبه لي كانت لطيفه قوي ان هي منظمه، فلو عندك اي شنطه في البيت مش عايزه تجيبي جديد ومتقسمه كويس تحطي فيها حاجات البيبي تمام، لان وانتي بره لو احتجتي حاجه في شنطه عاديه هتلاقي الحاجات كلها دخلت في بعض، مش هتعرفي تطلعي الحاجه بسهوله وانتي معاكي البيبي، فشنطه البيبي كانت اختيار ممتاز يعني. عربيه الاطفال لو انتي بتتحركي او بتنزلي كتير ومش معاكي عربيه هتحطي فيها الكار سيت مثلا، ممتازه. اي نوع مفيش مشكله، اهم حاجه تكون متينه وقويه. وطبعا العربيه ممتازه عموما في التحركات، لو انت مسافره، لو انت بتطلعي طياره، لو انت في مصيف، تبقى منقذه جدا بصراحه، انا مجرد مشاوير بس وحسيت ان هي ايدي ورجلي يعني. كار سيت هتجيبيه لو عندك عربيه، ما عندكيش عربيه مش هتحتاجيه لان هو تقيل قوي والبيبي كمان فيه فبيكون تقيل، فمش هتقدري ان انت تخرجي بيه يعني او تتمشي بيه او اي حاجه زي كده، فتجيبيه بس لو عندك عربيه، غير كده لا. تحتاجي تجيبي بامب للرضاعه، انا جبت في اول ولاده البامب اليدوي بس تعبني جدا وكان بياخد وقت كتير قوي علشان اعمل ببرونه صغيره وانا خارجه، فحسيت البامب الكهرباء الطف بكتير، هيسهل عليكم كتير وهيسهل عليكم الرضاعه
طبيعيه مش هيخليكم تستسهلوا ان انتوا تجيبوا لبن صناعي. وفي انواع كتيره جدا رخيصه، مش شرط ماركه كبيره عاليه يعني، بس اهم حاجه تشوفوا ريفيوهات عنها قبل ما تجيبوها. وتحتاجي تجيبي ترمومتر ديجيتال من الصيدليه. انا عارفه انه مجموعه العنايه احيانا بيكون فيها ترمومتر بس بتبقى انواع مثلا مش معروفه، فخلينا مجموعه العنايه تكون المشط والفرشه والمقص والقصافه بس، لكن الترمومتر الديجيتال خلينا من الصيدليه. انا جربت نوع جرانزيا وكان انضف حاجه بصراحه، قعد معايا سنين، ما غيرت له الحجاره مره او مرتين بس تقريبا، وبيقيس مظبوط كويس جدا. هتحتاجي تجيبي شفاط الانف برده من الصيدليه، بلاش نجيبه تبع مستلزمات العنايه برده، خلينا نكون نوع كويس من الصيدليه، بيفرق جدا وقت الزكام او وقت الخنفره، بجد منقذ يعني. هتحتاجي تجيبي ترمس لحفظ الميه المغليه. لو انا هرضع طبيعي فهاخد مثلا معايا ببرونه هتسقع مني بره او اي حاجه زي كده لو انا في الشتاء، فهحتاج ان انا ادفيها جوه الترمس. لو بعد ما ولدت حصل اي مشكله واضطريت اني ارضع صناعي هحتاج الميه طبعا عشان اعمل بيها الببرونه. اختاري برده نوع كويس، ترمس يكون كويس، تكوني جربتيه قبل كده او عليه ريفيوهات كويسه. احنا بنكون عايزين نجيب العاب للبيبي وحاجات زي كده، لازم الالعاب تكون سوفت ناعمه طريه، بلاش الشخاليل البلاستيك او الحاجه اللي فيها صوت جامد او قوي على ودنه، بلاش الحاجات اللي فيها زماره او صفاره او حجاره، اي حاجه من الحاجات دي ما ندخلهاش بيتنا لا دلوقتي ولا بعدين. لو في دولاب مخصص للبيبي هتحتاجي شماعات للنونو لانه الشماعات الكبيره مش بتنفع. روشته الدكتور بقى المفروض ان هو هيكون مكتوب فيها الكحول اللي هنرش بيه حوالين صوره البيبي، المشبك بتاع السره، الفيدروب اللي البيبي هياخده يوميا، هيكون مكتوب فيه كريم مرطب للنيبلز اثناء الرضاعه، الدكتور هيكتبه لك او هتجربي اي نوع تاني ترتاحي له، اهم حاجه يكون امن اثناء الرضاعه. المسكنات اللي الدكتور هيكتبها لك بعد الولاده، وفيتامينات ليكي تعوض وقت الحمل، الحاجات دي مهمه جدا ما تستهونيش بيها. احنا خلصنا الجزء الاول من مستلزمات البيبي اللي هنجيبها عموما. المره الجايه هتكلم عن الجزء الثاني، الناس اللي هتولد في الصيف او في الشتاء. استنوني الفيديو الجاي، دمتم اشطر مامز.